بعد ما وصلت قوته للقوة الكاملة بيتم الغدر بيه من أعز ما عنده. ومش كده وبس، لو كمان خسر كل اللي بناه على مر العصور وآلاف السنين. وعلى الرغم من إن مصيره كان الموت، لكن غضبه كان أقوى من أي شيء. بس حصل على فرصة تانية عشان ينتقم منهم كلهم. بس هيعمل كده إزاي؟ وده بقى اللي هنعرفه دلوقتي حالا. يحكى عن أسطورة في قارة الإمبراطور وو، عن كتاب الأسرار التسعة اللي كتبه إمبراطور الشياطين، وكتب فيه كل قوته وأسراره ونشره في القارة كلها. وبالتدريب بالكتاب ده ممكن تحصل على قوة لا مثيل لها في العالم بأجمع. والكتاب ده موجود دلوقتي مع إمبراطور السحر الشيطاني زوفان. وبتكون معلومات تواجد الكتاب انتشرت في كل القارة، وبنشوف مقاتلين في كل مكان جايين لقلعة زوفان عشان ياخدوا الكتاب الأسطوري. وبنشوف شخص بيجري وبيقف قدام الامبراطور زوفان وبيقول له وبيتكلم بصوت خايف: سيدي، اخبار سيئة، اتقتلوا كل حراس الجبل. وده بقى جينك تلميذ الامبراطور زوفان. وبيكمل كلامه وبيقول له: انا خايف ان الاباطرة السبعة يوصلوا هنا. فبيقول له زوفان بكل غرور: ما تخافش، كل الاباطرة دول ولا يجوا حاجة من قوتي، بس مش من المتوقع انهم يهزموا كل حراسي. ولما بيطلع بيلاقي مقاتلين كتير قوي وبيطلبوا منه يسلم الكتاب. فبيقول لهم: ها حشرات فاكرين نفسهم اقوياء، هنجربكم دلوقتي. وبينطلق بسرعة البرق وبيقطع اجسامهم كلهم. بيطلع صوته بيقول له: مش هنخليك تهرب يا امبراطور السحر زوفان. فبيقول لهم زوفان وهو طالع عندهم: اخيرا وصلتم يا اصحابي ايها الاباطرة السبعة. وهنا بيقول واحد من الاباطرة: زوفان سلمنا الكتاب الاسطوري وهنعفو عنك. فبيقول لهم زوفان: انا يا امبراطور السيف الاعلى فيكم ورئيس الامبراطوريات الثمانية، مش هتقدروا عليا، ولو قتلتوني كلكم مع بعض مش هتقدروا عليا. وسؤالي ليكم دلوقتي، انتوا ليه جايين تحفروا قبركم بنفسكم؟ وبيقول له واحد منهم: الكتاب اللي معاك صورة الامبراطور الشيطان هو لينا كلنا، وانا جاي استعيده منك. وهنا بيقول له تشينج: سيدي ده خطير جدا عشان ده اقوى امبراطور في الارض المقدسة. فبيقول لهم زوفان: انا كده عدو الجميع، وحتى لو كده انا هقتلكم كل. وما بيكملش كلامه الا وبيلاقي سيف بيخترقه من ظهره، وبيكون ده تشينج الخائن. وبيقول له زوفان: انت يا تشينج انت الخائن، معناها ان انت اللي سربت المعلومات بتاعت الكتاب كلها. ليه يا تشينج؟ انا اللي خدتك وربيتك وعلمتك. فبيقول له: سيدي انت لحد دلوقتي مغرور وما خلتنيش اخد الكتاب حتى. فبيقول له: عشان كده بس طول عمرك تفكيرك بسيط، عايزين الكتاب الاسطوري محدش فيكم هياخده وهدمر الكتاب معايا. فبيتفاجئوا الكل، لكن فعلا بيدمر زوفان نفسه مع الكتاب. وبعدها روحه بتنزل وبتنتقل وبتدخل جسم شاب مقتول في معركة. ولما بيصحى بيقول في نفسه: هو ده جسمي الجديد؟ ما توقعتش ان اعيش في جسم طفل زي ده. وفجأة بيسمع صوت حركة وبيبص بيلاقي ذئاب سحرية بتهجم عليه، لكن بيبص عليهم زوفان وبيقول لهم: اغربوا عن وشي. فبيخافوا الكلاب كلهم من نظراته وبيهربوا. وهنا بيشوف واحد مجروح وبيطلب المساعدة منه، فبيعرف انه كان يعرف صاحب الجسم الاصلي، وبيروح عنه وبيمسك وشه وبيقول: كتاب الاسرار التسعة لمسة الامتصاص. وبياخد طاقته الروحية كلها. وبنعرف ان لمسة الامتصاص بتسحب روح الشخص وبتخليه طاقة بس. وبعدها بيشوف جثة الراجل اللي اتحولت لهيكل عظمي. وبيقول زوفان: ايه ده؟ ما توقعتش ياخد مني كل الوقت ده، الدنيا بقت صبح. وبيجرب قوته فبينفجر الحجر اللي جنبه، وبيقول بصوت غاضب: استنوني يا شانجو امبراطور السيف، لما هرجع للارض المقدسة هنهيكم كلكم. وهو ماشي بيقول: اتطور الجسم ده من الطبقة 0 للطبقة 5، شكلي هطول عبين ما ارجع للارض المقدسة. وهنا بيلاحظ ناس واقفين، وبيشوف قائد رئيس الحراس بتاع عائلة ليو واللي اسمه بانج، وبيقول لناس تانيين: انتوا خونة. فبيقولوا له: انت يا بانج قلنا لك ما تتدخلش في الموضوع. فبتقول لهم بنت عائلة ليو: احنا مش هنسلم كنزنا ليكم حتى لو قتلتونا هنا. وهنا بيقول زوفان لنفسه: شكل عائلة ليو في ورطة. وبيقول: ايه الشعور ده؟ ايه علاقة صاحب الجسم بعائلة ليو؟ انا لازم اطلع من هنا فورا. وبيجي يمشي بس بيحس بألم شديد في جسمه وفي قلبه بالاخص. فبيقول: ايه الألم ده يا ترى؟ هو من التدريب؟ يا ترى الجسم دوت مش مناسب للشعوذة بتاعتي؟ فبيقول: لا ثواني، كل حاجة كويسة والنبض وكل حاجة تمام. فبيقول: ثانية، لما شفت الآنسة ليو هديت نبضاتي. معقولة يكون ده سحر القلب؟ واللي بيتصاب بيه لازم يتبع صاحب السحر. وبيحاول يشوف ذكريات صاحب الجسم الأصلي، وبندخل بفلاش باك وبنشوف زوفان الصغير والآنسة بتدافع عن زوفان. وبعدها بنشوفه بيطلب من بانج يعلمه القتال وانه عايز يدافع عن الآنسة ليو. وبعدها ذكرى تانية بنشوف فيها الدنيا خربانة والنار مشتعلة وهجوم على عائلة ليو. وبتكون الآنسة ليو بتكلم زوفان اللي كان على وشك الموت، وهو بيقول لها: ارجوك يا سيدتي اهربي مع اخوكي. وبيكون بيكره نفسه عشان ما قدرش يحميها.
وبنرجع للحاضر وبيعرف زوفان ان صاحب الجسم بيحب العائله دي، وعشان كده في على قلبه سحر القلب، وبيقول لنفسه ليه انا عليا ابقى عبد عند حد تاني لبقية حياتي؟ انا امبراطور السحر الشيطاني زوفان، هكون عبد. وبيكسر الشجره اللي جنبه من الغضب. فبيلاحظوا الموجودين ان في حد جاي، وبيفتكروا عائله ليو ان الدعم وصل ليهم، بس بيظهر زوفان وبيقول لها انسه ليو سلمت تقنيه انا مش عايزه في ايدك. فبتتفاجئ هي واخوها وبتقول له زوفان انا افتكرتك مت. فبيقول لها لسه ما تخافيش، وبيقول في نفسه قطاع الطرق دول اقوياء جدا، باين انها تكون معركه حياه او موت. وهنا بانج بيقول الواد الغبي ده رجع تاني، وبيكمل زوفان كلامه وبيقول مفيش داعي نحمي التقنيه دي. فبتتعصب عليه الانسه ليو وبتطلب من قطاع الطرق يسيبوا زوفان، بس بيقول لها قائدهم لا طبعا، وبيأمر واحد منهم يهجم على زوفان. واثناء هجومه على زوفان بيضحك ضحكته الخبيثه، وبحركه خاطفه منه وسريعه بيقدر ياخد السيف من العدو وبيقطعه بالنص وسط ذهول البقيه من زوفان. وبيقول في نفسه دلوقتي جه وقت الخطه بيه، وباقصى سرعته بياخد الانسه ليو واخوها وبيهرب بيهم. وبيكون قائد قطاع الطرق متعصب جدا وبيطلب منهم يقتلوا البقيه ويلحقوا باللي هرب. ومن ناحيه تانيه بتطلب البنت من زوفان ينزلها فبيرميها، وهنا هي بتقول له لازم ارجع، مش هسيب بانج قائد حرس لوحده. فبيقول لها اغبى قرار هتعمليه، لو عايزه ترجعي هتموتي. وبيسالها عن مكان يستخبوا فيه، فبتقول له في مكان لكن برضه ممكن يوصلوا لينا قطاع الطرق، والمكان ده هي الغابه الضبابيه. فبيقول لها معلش هنروح هناك، جيبي اخوكي وتعالي ورايا. ولما بيوصلوا بتقول له ان الغابه دي خطيره جدا، وانها مش عارفه ليه رئيس جبل الرياح السوداء بيعمل كده، وليه هجموهم قطاع الطرق دلوقتي. فبيضحك ضحكه شريره مره تانيه وبيقول لها ده احلى مكان اصلا، وبتطلب منه هي انه ياخد اخوها ويهرب، لكن بيرفض وبيقول لها تعالي معايا عشان لو سبتيها هقتله مباشره. وبيقرب منها وبيقول لها انت حياتك مهمه، احنا هنقتل قطاع الطرق. بس بتقول له انت بتقول ايه؟ دول اقوياء جدا وعندهم محاربين كتير. فبيقول لها كلهم حشرات بالنسبه ليا، انا زوفان هدمرهم كلهم، لكن لو عايزه تستسلمي تقدري ترجعي وتستسلمي او تسلميني حجر التقنيه بتاعك. فبتسلمه فعلا الحجر. فبيقول لها انتظريني هنا انا جاي، وبيمشي. فهي بتحس ان زوفان اختلف 180 درجه. ومن الناحيه التانيه بيقول زوفان التقنيه دي هي مصفوفه سحريه للاسف ما يعرفوش عنها حاجه، وانها قوه كبيره جدا. وفجاه بيختفي الضباب من الغابه وبيرجع لها زوفان. فبتقول له البت انت اللي عملت كده؟ فبيقول لها تعالي ورايا بس وانا هعلمك التعويذه السحريه عشان تشغلي المصفوفه دي، عشان لو ظهروا قدامك تخلصي عليهم كلهم. فبتقول له ايه ده ازاي يعني؟ فبتقول في نفسها ازاي ده كان عبد ما يعرفش حاجه، معقول عرف ازاي يفعل المصفوفه السحريه بتاعت عيلتي؟ وهنا بيقول لها زوفان هنستنى دلوقتي وهوريك ازاي هيموتوا كلهم. وفعلا بعدها بنشوف قطاع الطرق اسرين بانج وجايبينه يدلهم على الطريق. وهنا بيلاحظوا زوفان واللي قاعد جنب الشجره وبيقول لهم ايه ده انتوا خليتونا انتظركم كتير. فبيضحك قائد قطاع الطرق وبيأمرهم يقتلوا زوفان، وفعلا بيهجم عليهم محارب، لكن قبل ما يقتلوا بيقول له هم مشلولين دلوقتي، ايه رايك يا قائد قطاع الطرق عامل معاك صفقه اسلم ليك العيال الاتنين بشرط تضمن ليا مستقبلي. فبيقول له قائد قطاع الطرق وليه انت تخون عائلة ليو؟ فبيقول له زوفان ده سؤالي انا، ليه انت خنتهم؟ ايوه نفس السبب، محدش بيراهن على فرس خسران زي عائلة ليو، استغل حياتهم عشان اضمن حياتي، ده منطقي انا زوفان. وبيقولوا انه مخبيهم في اخر الجبل ومحدش غيره يعرف يوصل لهم. فبيتفقوا الاتنين على كده وهما ماشيين ورا زوفان. بيكون بانج عمال يهين ويشتم في زوفان على خيانته، وفجأة بيقف زوفان فبيقول له قائد قطاع الطرق ليه وقفت؟ فبيقول له زوفان بصوت شرير بص انا جبتك هنا المكان موتك. وبيهجم عليه الراجل وهو متفاجئ، لكن بتطلع دي نسخ خشبيه منه. فبيؤمر الراجل اتباعه ينتشروا في المكان، ولما بيبصوا وراه بيلاقوا بانج اختفى برضه. فبيتعصب اكتر من زوفان وبيقول له زوفان يا واخد ده انا هقتلك. وبيلاحظوا هنا ان الغابه بقى ضبابها احمر، وبيدخلوا كلهم في وهم. وبنشوف زوفان مع البنت اللي بتقول له انقذنا بانج دلوقتي هنعمل ايه؟ فبيقول لها هنعمل حاجه اكتر شر، وبيساعدها في المصفوفه وبيحط قوته فيها، وبيخلي اشباح الغابه تهجم على قطاع الطرق وبتخليهم يموتوا كلهم بكل بطء. فبيقولوا هو بيموت زوفان انت مين؟ فبيقول له زوفان موت في الجحيم وهتعرف انا مين بعديها. وبطلنا زوفان بيفعل تعويذه وبيسحب
بيسحب ارواحهم كلهم وبيحولها لطاقة، وبيرتفع مستواه لطبقة التأسيس، فبيضحك وبيقول المرة دي افضل من المرة اللي قبلها. حلو، كل ما زادت قوتي قربت من هدفي. وبتيجي البنت واخوها ومعاهم بانج وبيسألوا عن قطاع الطرق، فبيقول لهم زوفان ما بقاش فيهم عظمة حتى. وهنا بيبص بانج لزوفان وهو بيبص عليه بيسود الصمت لثواني اللي بيقطعه بانج، وهو بيعتذر وبيقول له اخويا زوفان انا غبي معرفتش انك بتحاول تخدع العدو، ولو عايز اقطع راسي فهي ليك. فبيقول زوفان لنفسه لو بس تشينج عنده نفس الولاء ده ما كانش حصل بيا اللي حصل دلوقتي. وبيقول لبانج انت قائد الحرس يا بانج، انا مجرد خادم صغير ما اقدرش اقبل بكده، بعدها مش انا اللي قتلتهم، السيدة ليو هي اللي فعلت المصفوفة السحرية وقتلتهم كلهم. وهنا بيفرح بانج ان السيدة ليو عرفت تفعل المصفوفة السحرية، وبيسأل زوفان السيدة ليو لو عندها اي خطط، فبيقولوا له انهم عايزين يروحوا لعائلة طاي علشان السيدة ليو مخطوبة لابن سيد العائلة، وهم على اساس يحموهم، وفعلا بيوافق وبيمشوا.